هل خطط نور المالكي لانقلاب ضد مجيء حيدر العبادي إلى السلطة؟ إبراهيم الجعفري مخاطبا في رياض راوندوزي: هل تعلم أن هناك 1683 محلا لبيع الخمور في بغداد؟ فالح الفياض مخاطبا بشار الأسد: أنتم تنقلون الدواعش بالباصات إلى الحدود العراقية. لا تنسوا الاشتراك بهذه الأيام، أغلقها الفاسدون فعادت أقوى بدعمكم. السلام عليكم. أدب المذكرات يشكل بمجمله وثيقة تاريخية مهمة تسهم في تدوين التاريخ في كل المراحل. والمذكرات مو شرط قبل 20 سنة و40 سنة و100 سنة، قد تكون قبل 4 سنوات 5. ولذلك أمامي مذكرات تتحدث عن فترة حكم العبادي، فترة حكومة العبادي، كتبها المستشار عبد الله العلياوي الذي كان مستشارا لدى رؤساء الجمهورية في عهد فؤاد معصوم وبرهم صالح والرئيس الأخير. هو عندما كان مستشار لدى الرئيس فؤاد معصوم كان يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ممثلا عن رئيس الجمهورية، وكان يدون جميع محاضر الاجتماعات. وهذا الكتاب اللي هو خلف ستائر القرار الذي أصدره عبد الله العلياوي هو عبارة عن محاضر اجتماعات مجلس الوزراء في عهد العبادي. الجلسة كذا صار بها كذا، تحدث فلان قال، فلان اعترض، فلان الداخل، وهكذا. وهذه وثيقة مهمة جدا حقيقة. ويبديها عبد الله العلياوي من يعني المحطات اللي وقف بها محطة اعتراض المرجعية على مجيء المالكي أو تولي المالكي ولاية ثالثة. كل سمعنا احنا ان المرجعية اعترضت على مجيء المالكي. يقول انا رحت سألت فؤاد معصوم، قلت له: فخامة الرئيس، اجاك توجيه من المرجعية انه انت ما تصدر مرسوم او ترشح او تؤكد ترشيح المالكي؟ قال له لا. قال له: اطلاقا لم تأتي اشارة واحدة من المرجعية بهذا المجال، لكن جتني شخصيات شيعية، شخصيات ورؤساء احزاب شيعة قالوا احنا اتصلنا بالمرجعية والمرجعية غير راغبة بمجيء المالكي. والمعلومات، انا اتصلت بي زوجة احد قادة الدعوة الراحلين قريبا، ما اذكر اسمها لان ما مخول، قالت لي ببيتنا صار الاجتماع، قادة الدعوة الكبار حيدر العبادي وعلي العلاق واخرين، عبد الحليم الزهيري، اجتمعوا وبعثوا سؤال للمرجعية: هل يعني هناك اعتراض على مجيء المالكي لولاية ثالثة؟ فيبدو المرجعية أجابتهم، قالت لهم يفضل المجيء بشخصية ثانية غير المالكي. والمعلومات تقول أنهم زوروا توقيع حسن شبر القيادة في حزب الدعوة الذي رحل قبل 2 أو 3، زوروا توقيعه حتى يكون عدد من قادة الدعوة ما يردون المالكي وانشقوا ضده، هاي معروفة. يقول أيضا سألت مسعود البرزاني، قلت له: دولة الرئيس، أنتم معترضين على المالكي؟ قال لا، احنا ما معترضين على المالكي، احنا المالكي ما استخدم السلاح ضد كردستان، وبالتالي نكون له احتراما كبيرا، واحنا ما نتدخل بالشأن الشيعي. بينما احنا في تلك الفترة ايش قالوا الأكراد والمرجعية والقوى السنية والقوى الإقليمية ما تريد المالكي. جواب فؤاد معصوم غير دقيق بصراحة أقول لكم إياها، لأن إحنا قاعدين مجموعة من رؤساء التحرير. عندما كنت رئيس تحرير لجريدة عراقية في ذلك الوقت، الرئيس فؤاد معصوم طلبنا، التقى بينا، ومن سألناه قلنا له: صار ضغط على الرئاسة بسبب مجيء العبادي؟ قال: نعم، المربع الرئاسي تم تطويقه بالجيش، وموجودين الإخوان. ومع الأسف ما كتبها، كتب مذكراته، بس مذكراته خالية من المعلومات المهمة. قال: وجدتني مكالمة، لقيت مكالمة من المالكي، مكالمة فائتة، رجعت خابرته، قال لي: لا، هذا فؤاد آخر خابرته مو أنت، حتى ضحكنا في وقته. ويقول: أنا سألت المالكي، قلت له: دولة الرئيس، فعلا أنت كنت تخطط انقلاب؟ قال: لا، أنا دزيت على قادة الشرطة والجيش وقلت لهم لا تتدخلون بالسياسة وابقوا بالجانب المهني.
معناها من كل هذا الكلام انه قضية انه المرجعية، هذا تاريخ قريب ترى مو بعيد، انه المرجعية صدرت تعليمات او فتوى او توجيه من عندها حتى لا يجي المالكي، وهذا الكلام غير صحيح، ماكو وثيقة. لكن قادة الدعوة الذين انشقوا عن المالكي كتبوا للمرجعية حتى يعني يستصدرون توجيه منها لإبعاد المالكي. ربما نعم. مسعود البرزاني يقول عبد الله العلياوي قريب من مسعود البرزاني، قال لي أنا ما معترض على المالكي. فؤاد معصوم يقول له ما جاني أي توجيه من المرجعية إطلاقا، والمالكي يقول له أنا ما مخطط لأي انقلاب. ويقول اللي كانوا يتنافسون على خلافة المالكي 7، عادل عبد المهدي الذي كان يبحث عن السلطة منذ عام 2006 عن منصب رئيس الوزراء، وأحمد الشلبي وهادي العامري وحسين الشهرستاني وبيان جبر وحيدر العبادي وطارق نجم. ذولا كانوا كلهم يبحثون عن السلطة بس ما حصلوا. من ضمن الأشياء اللي يذكرها يقول باجتماعات مجلس الوزراء، العبادي قال فالح الفياض مستشار الأمن الوطني أو القومي راح إلى سوريا، وإحنا نعرف زيارات بشار دائما يحمل رسائل فالح الفياض إلى بشار. يقول راح له وقال له يا سيادة الرئيس أنتم تنقلون الدواعش من أرض سوريا بالباصات تخلوهم بالعراق، ليش؟ هذا مو أنا أقوله، العبادي قايله بمجلس الوزراء، وفالح الفياض حي يرزق، وبشار الأسد حي يرزق، وحيدر العبادي حي يرزق، وعبد الله العلياوي حي يرزق. يقول له أنتم تنقلون الدواعش ليش؟ يعني ثبت بما لا يقبل الشك أن إيران وسوريا كانت تستخدم القوى الإرهابية ضد الأمريكان. دربوا القاعدة، وهذا قالها عبد القادر العبيدي، دربوا القاعدة معسكرات في سوريا وإيران حتى يضربون بها الأمريكان. ومحاضر اجتماعات إسقاط صدام حسين اللي راح أشير لها بحلقات قادمة من تلك الأيام تؤشر ذلك. خطيرة. يعني مسؤول عراقي كبير مثل فالح الفياض يقول البشار الأسد هذا الكلام وينقله عبد الله العلياوي هنا من محضر جلسة كاملة. يقول أيضا وزير الخارجية إبراهيم الجعفري طرح ترقية 15 دبلوماسي، ترقيتهم إلى رتبة أعلى، وظيفة يعني مكانة أعلى بالخارجية، درجة وظيفية أعلى. اعترض عليه فلاح زيدان وزير الزراعة. شنو علاقة وزير الزراعة يعترض على ترقية دبلوماسي؟ قال ذولا المفروض يطلعون تقاعد، بس لأنهم مشمولين بالفصل السياسي فأعطوهم 5 سنوات زيادة على الخدمة، ويفترض أن لا تتم ترقيتهم. بالمناسبة احنا عندنا بالخارجية الآن نقص 70 سفير، 70 إلى 80 سفير نقص بالخارجية. ليش؟ لأنه كل ما تقدم قائمة يفترض الأحزاب لها حصة، والبرلمان لا يستطيع تمرير أي قائمة إلا إذا وافقت عليها الأحزاب، ولذلك أكو 70 إلى 80 سفير نقص بالعراق. ومن هنا قبل فترة كان الأستاذ سلوان سنجاري سفير العراق في واشنطن درجته قائم بأعمال، مو لأنه غير كفؤ، الرجل كفؤ جدا، لكن عنوانه قائم بالأعمال. إذا يصير سفير لازم موافقة البرلمان. زين شلون دولة مثل أمريكا خالت لها أكبر سفارة بالعالم بالعراق، عندنا على الأقل بالمنطقة، إحنا نخليهم قائم بأعمال؟ مو هاي بها حسابات دبلوماسية، قائم بأعمال. ما يعني ما عندنا، ترى وعندنا سفراء ممتازين، ذولا خلي يسمعون التسقيطيين اللي يسقطون دائما بدون سبب. طلعت قبل يومين 3 أيام طلعوا بالفيديوهات يحجون وزير عراقي طلب اللجوء لأمريكا، هو كذب. وزيرين ما خلوهم يطبون لأمريكا، كذب. شلون ما يخليهم يدخلون؟ هو من يصعد الطيارة عنده فيزا، عنده تأشيرة. قولوا ما أعطوهم تأشيرة ممكن نصدقكم، بس ما خلوهم يطبون لأمريكا، راحوا بالطيارة وما خلوهم يطبون. شنو هي أمريكا؟ الصومال. وأفشل زيارة للرئيس الوزراء التاريخ وزارة السود. لا، أنجح
بكل المعايير أنجح زيارة لرئيس وزراء بعد 2003 زيارة السوداني إلى واشنطن. فالدشير أيضا هنا ما دام نحكي على الدبلوماسية، على الجوازات الدبلوماسية، هناك ما لا يقل عن 18,000 جواز دبلوماسي منحت لعناوين مختلفة. منحت لعناوين مختلفة. أنا قلتها فيلر وبوتاكس ومؤخرا منفوخة وجواز دبلوماسي. راح أقول عليه شلون ينطون الجواز الدبلوماسي. الجواز الدبلوماسي يمنح وفق المادة 17 من نظام الجوازات رقم 2 لسنة 2011. المادة 17 تقول تفاتح الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية دائرة الجوازات لمنح الجواز الدبلوماسي استنادا إلى المادة 17 من قانون الجوازات. بس اكو فقرة 5 من المادة 17 شو تقول؟ لوزير الخارجية وفقا للضوابط منح جوازات سفر دبلوماسية لمن تقتضي طبيعة عمله والمصلحة العامة. طبيعة عمله والمصلحة العامة هاي فضفاضة. كل وحدة صديقة مسؤول طبيعة عملها تقتضي تسافر. كل وحدة ارتست مرات طبيعة عملها تقتضي يعطوها. وتذكروا ان جواز سليم الفنان العراقي المعروف والجواهري محمد مهدي الجواهري وعبد الجبار عبد الله رئيس جامعة بغداد العالم العراقي الكبير وبدر شاكر السياب ما عندهم جوازات دبلوماسية، بس ام اللول عندها. ام اللول وغيرها من المعروفات عندهن جوازات. ليش؟ عندهن طبيعة عملهن تقتضي. يا اخوان هذا يعبر عن مرحلة انحطاط. ومن هنا ادعو رئيس الوزراء ان يعيد يطلب قائمة بالجوازات الدبلوماسية الممنوحة. دولة الرئيس مو صعبة ترى هاي. اطلب من دائرة الجوازات قل لهم المن ال 18,000 جواز اعطيتوهن وشوف كل واحد وعمله وسوي لجنة. سوي لجنة حتى تحافظ على قيمة الجواز وتحافظ على هيبة الدولة العراقية. لأن هيبة الدولة العراقية ترى بهواية مجالات هواية أوجه. فما يصير 18,000 جواز دبلوماسي. ما عندنا 18، احنا عندنا 70 سفير نقص. شلون عندنا 18,000 واحد يستحق الجواز الدبلوماسي؟ شلون؟ أرجو يعني نداء يعني طلب مخلص رئيس الوزراء أن يشكل لجنة بديوان مجلس الوزراء بالأمانة العامة ممثلين من الخارجية ومن دائرة الجوازات تبع الداخلية ويشوفون هذه إلمن منحت. هاي جوازات 18,000 إلمن منحت. أيضا يقول عرض وزير التعليم أعتقد عبد الرزاق العيسى إنشاء كلية طب العمارة. اعترض عليه من وزير الكهرباء. يعني والله مرات يعني مشكلة. يعني وزير الكهرباء يعترض على إنشاء كلية طب وحقه. قال له هذه الكلية ما لها مستلزمات ولا لها مقومات وكل ما هنالك لغرض صرف الأموال. وزير الموارد المائية قال احنا شلون نناقش كلية وماكو أوراق؟ ما عندنا أوراق. وينها أوراقها؟ نجيب الحديثي مدير الدائرة القانونية مجلس الوزراء قال بناية ما لها. شلون نوافق على كلية ما لها مبنى؟ لا اكو مبنى، لا اكو أوراق، لا اكو تصور، لا اكو مخطط. يقول وزير التعليم كان أجاب إجابات خجولة. بعدين النتيجة شنو؟ مجلس الوزراء وافق، وعندما عرض الموضوع للتصويت وافق 13 وزيرا وصدر القرار بالرقم 291 لسنة 2017 بالموافقة شريطة تسديد رسوم التأسيس والبالغ قدرها 100 مليون دينار. يعني هاي مهازل. يعني انتم تقولون لاكو وثائق، لا اوراق يعني تأكد تأسيس هذه الكلية، ولا اكو مبنى، ولا اكو اي شيء، ويوافقون عليهم. وبهاي المناسبة ادى اشير لقضية. مجلس الخدمة بصدد تعيين 20 إلى 30 ألف من حملة الشهادات العليا الآن، وأعلن عنهم، وبعد أسبوعين يوزعون. من بين هؤلاء أكو لا يزيدون عن 10 أو 15 واحد عندهم شهادة عليا بالذكاء الاصطناعي، وهذا اختصاص مهم في كل جامعات العالم. والذكاء الاصطناعي دخل في المجالات الطبية والصناعية والتعليمية والقانونية بكل مجال. الدول المتقدمة
الآن مهتمة بالذكاء الاصطناعي، وذولا 10 إلى 15 طالب ماخذين شهادات من جامعات رصينة بالذكاء الاصطناعي. فأتمنى على وزارة التعليم وعلى السيد وزير التعليم الذي أراه متابعا جيدا لأمور الجامعات، حتى لو يزعلون الجماعة، هذا تصوري عنه أنا، متابع جيد و يعني عنده رؤية عن تطوير التعليم. أتمنى عليه أن تفاتح وزارة التعليم مجلس الخدمة بأن يكون هؤلاء حملة الشهادات العليا بالذكاء الاصطناعي من حصة وزارة التعليم، ليكونوا نواة لتطوير هذه المعرفة، هذا العلم وهذا الاختصاص في المجال المعرفي المهم، جدا مهم. هم مو هواية، 10 إلى 15 واحد، أعتقد مو عدد كبير يثقل على وزارة التعليم، بل يدفع وزارة التعليم إلى الأمام. انتظرونا في حلقة ثانية نكمل بها بعض مذكرات عبد الله العليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.